حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. هذا الحديث هو في هذا الباب وفي هذه الترجمة تعظيم حرمات المسلمين ومراعاة الشفقة عليهم والرحمة بهم والإحسان إليهم ومعاونتهم بما يستطيع أن يعاونهم به. وقد صدره عليه الصلاة والسلام بقوله: المسلم أخو المسلم، أي يجمعه بالمسلم الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. وفيها يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي متآخين في الله، تجمعهم الأخوة في الله سبحانه وتعالى. وهذه الأخوة لها مقتضياتها، وفي الجملة مقتضيات هذه الأخوة ترجع إلى أمرين: الأول الإحسان إلى الأخ المسلم بما يستطيع أن يحسن إليه به، والأمر الثاني كف الأذى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذين الأمرين في هذا الحديث بذكر بعض الأمثلة. أما باب كف الأذى عنه ففي قوله: لا يظلمه، وقال أيضا: ولا يسلمه، ومعنى لا يسلمه أي لا يتركه إلى عدوه ينالون منه، بل يعمل على معاونته ومناصرته. والأمر الآخر ذكره بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.